السلام عليكم. انا حنان الحمزاوي ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهارده احلى جيلي بالفواكه بطريقه زي العسل. يا سيدي يا سيدي، شايفين الجمال ده؟ حاجه كده تحفه. معانا الفواكه بتاعتنا. سبحان الله، انا كنت عايزه اجيب فواكه غير كده، ما لقيتش غير البرتقال والموز. كنت عايزه اجيب فراوله، عايزه اجيب كيوي، مفيش حاجه اتوفرت قدامي غير نوعين الفاكهه دول بس. انا قطعت البرتقال شرايح، والموز بتاعي اهو بقطعه شرايح كمان. هخلص الفاكهه اللي معايا كلها، وبعد كده نعمل جيلي الفراولة اللي معانا. هنعمله بطريقة جميلة جدا، سهلة خالص، أكلة أو حاجة حلوة جميلة وسهلة واتعملت بسرعة، ما خدتش معانا وقت. هي بس بتقعد مش أقل من 4 ساعات عشان تبتدي تتماسك كده وتبقى كويسة. أنا بقطع شرايح البرتقال نصفين كده، وكمان خلصت الموز كله. هنبتدي بقى نغلي بقى ميه عشان نعمل فيها الجيلي بتاعنا. ادي الفاكهه بتاعتي اهي. تمام تمام. هنجيب بقى كيسين الجيلي بتوعنا. كنت عايزه برضو اجيب جيلي اناناس، ما لقيتش برضو غير جيلي فراوله. هنجيب بقى الصينيه الجميله دي، شايفين الجمال ده؟ هنحط فيه الشرايح بتاعت الفاكهة بتاعتنا عشان نحط عليها الجيلي بتاعنا. طبعا انا برصها كده الفاكهة بتاعتنا. عندك بقى اي فاكهة حطيها، كيوي، فراولة، موز، برتقان زي ما انا عاملة كده. اي فاكهة هتبقى زي العسل، تفاح، يعني الفاكهة كلها جميلة خالص. مع الجيلي بقى كان طعمها زي العسل. هنا المية بتاعتي غليت على البوتاجاز. هحط كيسين الجيلي بتوعي وهقلبهم كويس جدا، وكمان هنحط كوباية من السكر. ممكن تستغني عن السكر لو مش حابة، بس هو كان طعمه مظبوط جدا كده. تمام كده زي العسل. انا بقلبها كويس عشان ابتدي بقى احط الجيلي على الفاكهة اللي انا حطاها. وكمان عملت اطباق كده، يعني كانت طعمها بصراحة جميل جدا. كده خلاص الجيلي بتاعي جاهز، وهبتدي احط على الفاكهة بتاعتي. طبعا انا هسيبه شوية بس يهدى كده. هقلب بس السكر، اسيبه شوية يهدى. شايفين؟ يعني حتى كمان لونه تقل شوية كده. هنبتدي بقى نحط الجيلي بتاعنا على الفواكه بتاعتنا. انا حطيت في الاطباق بتاعتي، كمان هحط في الصينية جميلة خالص، وكان شكلها تحفة، والطعم كمان. شايفة الجمال ده؟ شايفة شكلها حتى يفتح النفس. حاجة حلوة كده وسريعة وزي العسل. ايه رأيكم؟ لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ويا ريت تعليق جميل كده يفرحني. شايفين القمر ده؟ هنا بقى بعد ما قعدت في التلاجة، انا سبتها في التلاجة لتاني يوم عشان انا كنت بعملها بالليل. فهنا انا هحطها في التلاجة، والصبح طلعتها من التلاجة بتاعتي هتبقى معاكم بالشكل الجميل ده كده. انا هدخلها بقى التلاجة بتاعتي. شايفين الجمال ده؟ والاطباق، شايفين بقى العسل؟ يا سيدي يا سيدي، كده بقى جيلي بالفواكه زي العسل. شايفة؟ متماسك وجميل جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعوني على جميع المنصات، وتكتبولي تعليق جميل كده منكم. تحياتي للجميع، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.